السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا دابا بالنسبة للتتمة ديالنا تاع لا كوريكسيون ديكزامان d'atomistique. وصلنا لا كيستيون 14. Quelle est l'énergie en électrovolts correspondant à l'excitation des ions plus de l'état fondamental vers le troisième état excité. يعني مطلوب منا نحسبوا الانرجي en électrovolts اللي كتكاف l'excitation يعني داك الالكترون كطرى ليه l'excitation من l'état fondamental vers le troisième état excité. بمعنى يعني كما كتلاحظوا معايا هنايا في هاد لي 4 نيفو عندنا الالكترون هاد المره كاين في النيفو 1 وغيمشي النيفو اكسيتي 3 يعني من هنا حتى لهنا. دونك هاد الالكترون غيخصو يمتص واحد الطاقه. اوكي خاصنا نعطيه واحد الطاقه. دونك هذيك الطاقه هي اللي مطلوب منا اننا نحسبوها في هاد لا كيستيون. دونك نجيو الكيستيون ديالنا 14. كنلاحظوا على ان دلتا او كتساوي او فينال اللي غتكون هي او تاع نيفو 4 يعني او 4 موان او 1 اللي هو نيفو فوندامونتال. دونك دابا فقط غيخصنا نديرو التعويض بالقاعده ديال بوغ اللي هي موان 13,6 فوا زد au carré sur le niveau ديال هنايا اللي عندنا نيفو 4 يعني 4 au carré moins وعندنا هنا موان 13,6 فوا زد au carré sur نيفو عندنا نيفو 1 au carré. نديرو دابا غير التعويض يعني الزد عندنا فيها هي 2 وهنا الزد عندنا فيها هي 2 سي بون. دونك ملي كتحسب هاد لا فالور دونك ملي كدير التطبيق العددي ديالك هنا غادا تعطيك 51 الكترو فولت. وهذا هو الريبونس ديالنا ديال الكيستيون 14. نشوفوا واش كاين شي اقتراح في هاد الريبونس. كنلاحظوا هنايا في 14 كاين عندنا هنايا 51. دونك الريبونس ديالنا هو سي. ندوزو بالنسبة لا كيستيون 15. À quelle longueur d'onde correspond cette excitation؟ يعني شنو هي longueur d'onde اللي كتكاف هاد الاكسيتاسيون هاد الاثاره. دونك باش نعرفوا حنا longueur d'onde كنعرفوا واحد العلاقه بالنسبه للكيستيون 15. كنعرفوا على ان يعني دلتا او اللي عندنا من 1 vers 4 يعني الالكترون كيمشي من نيفو 1 لنيفو 4 كيساوي h فوا مي ou bien كيساوي h فوا c sur لوندا ديال من 1 حتى ل 4. دونك انطلاقا من هذه نقدروا نجبدوا لوندا ديالتنا من 1 حتى ل 4 نيفو 1 حتى نيفو 4 اللي هي h كونستانت دو بلانك فوا c اللي هي لونغ فوا c اللي هي لا فيتاس دو لوميير sur دلتا او من 1 حتى ل 4 وهذه راه حسبناها اون الكتروفولت. غير كان يعني خصكم تردوا البال الوحدات. حنا كنعرفوا كونستانت دو بلانك كتكون اون جول سكوند بالنسبه للسي كتكون en mètres par seconde وبالنسبه للانرجي كيخصها تكون en جول حيت هنا كاين en جول باش هاد الجول يمشي مع الجول سكوند تمشي مع السكوند ويبقى لينا غير المتر. ردوا البال لي زونيتي. دونك غنديروا دابا التطبيق العددي. كنعرفوا على ان كونستانت دو بلانك معطيه لينا الطفل لي دوني ها هي 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 fois la vitesse de lumière اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 sur
دونك عندنا هنايا 51 الكتروفولت. الا بغينا نحولوه اون جول يعني عندنا 1 الكتروفولت كيساوي هاد لا فالور. يعني الا كان عندنا 51 خصنا نضربوها في هاد لا فالور باش نحولوها اون جول. دونك نكتبو هنا 51 فوا 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 19. ملي غادي تحسبوا هاد التعبير غادي يعطينا 2,43 فوا 10 على بويسونس 8 ولا موان 8 متر. اوكي. دونك نشوفوا الاقتراحات اللي معطيين لينا. كنلاحظوا كاين عندنا هنايا 24,3 نانومتر، وكاين عندنا هنايا 2,43 فوا 10 على بويسونس موان 8 متر. دونك هذا هو الريبونس ديالنا. اوكي مزيان. نشوفوا بالنسبه لاخر كيستيون اللي بقى لينا في هذا ليكزرسيس 3. Quelle est la longueur d'onde émise lors de la désexcitation d'un ion hélium plus de son premier niveau excité vers son niveau fondamental. هذا première. اوكي سوا ما داروش هنا R premier niveau excité vers son niveau fondamental. بمعنى هاد المرة يعني كاين عندنا ديزيكسيتاسيون ديون ديال ليليوم. يعني غادي خص الالكترون يجي من نيفو اكسيتي 1 بروميير نيفو اكسيتي يرجع للنيفو فوندامونتال. كنعرفوا على ان نيفو اكسيتي ولا بروميير نيفو اكسيتي هو هذا، وهذا هو نيفو فوندامونتال. يعني غيبغي يجي من نيفو 2 لنيفو 1. يعني شنو هي لونغور دوند اللي غادي يكون كيطلقها هذاك الالكترون. دونك تو سامبلومون غادي نحسبوها بهاد العلاقه. كيستيون 16 عندنا حتى هي لوندا ديال من نيفو 2 فيغ نيفو 1 كتساوي H fois C sur delta E ديال من نيفو 2 لنيفو 1. وحنا هاد دلتا او من نيفو 2 لنيفو 1 يعني سبق لينا وحسبناها في لا كيستيون 11. اوكي يعني ها هي كاينه هنا ترانزيسيون دان الكترون دو لا بروميير ا لا دوزيام كوش. اوكي هنا كيدويو على لا كوش يعني طبقات النيفو. دونك كتساوي نديرو فقط التطبيق ديالنا 6,62 فوا 10 على بويسونس موان 34 fois 3 fois 10 à la puissance 8 sur عندنا هنايا 40,8 اللي لقينا مي en électrovolt. دونك نديرو 40,8 وخاصنا نحولوها en جول c'est-à-dire خاصنا نضربوها في 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. ملي غادي تحسبوها ايضا غادي تلقاو 3,04 fois 10 à la puissance moins 8 متر. دونك هنا كنلاحظوا على ان في الاقتراحات اللي كاين فقط اون نانومتر. اوكي دونك خاصنا حتى حنا نحولوا هادي اون نانومتر. نانومتر كنعرفوا هو اللي كيكون فيه 10 à la puissance moins 9. دونك كتساوي هادي هي 30,4 نانو متر. نشوفوا دابا الاقتراحات ديالنا. كنلاحظوا بلي كاين عندنا هنايا الاقتراح اللي قريب ليها هي 30,3. اوكي دونك هذا هو الريبونس ديالنا. سي بون. دونك الشباب هذا هو الريبونس ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الا كان عندكم شي اسئله شي اقتراحات يمكن لكم تخليوها لينا في الكومونتير، غنحاول نجاوبكم ان شاء الله. ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله.